بركان اليوم كاتب لك تغريدة عن المشاهير الهبة الجديدة. ايه يا اخي ذبحونا يا اخي. ليه؟ كل ما طلع لنا واحد قال والله انا باقي علي 20 مليون واكمل 300 مليون. انا باقي علي مدري واكمل مليار. انا عندي 500 مليون. انا عندي 200 مليون. تلعبون على امنا. والقاك عند عبد الصمد القرشي ب 30,000 ريال 15,000 ريال طول اليوم تصور في العود. اللي عنده 200 مليون 300 مليون ما راح يصور، يقعد في البيت يا شيخ. وانت شايفها هبة جديدة الحين؟ هبة يعني ترى مصلحة الزكاة والدخل والضريبة ترى ما يعلب عليهم، ترى يراقبون كل شيء. والله لو جابوه بس قالوا له تعال انت صرحت صوت وصورة ان عندك انت باقي لك 6 اشهر وتقفل مليار. يلا اثبت. واذا ما ثبت يلا والله لا يحقوا مع المشاهير ذول كلهم. احتيال على النظام. الحياط الفاضي فاضي وانا اخوك. في ناس مساكين، في ناس محتاجين، في ناس عندهم الواحد يصحى من الساعة 7 للساعة 7 يدور رزق عياله. ويجي واحد يقول لك والله انا الان املك 100 مليون. 100 مليون. طيب في مشاهير يقول دخلت من الاعلانات 50 مليون 60 مليون طلعوا في برامج. كذابين يا اخوي. انا فايز المالكي اغلى واحد ياخذ قيمة الاعلانات. ما ادري لو بتسوي كل يوم 150,000 ريال شهرك بكم؟ لو كل يوم بتسوي اعلان كذا ما في احد يسوي كل يوم. هذا 30 وهذا 15 وهذا 20 وهذا 80 وهذا 50 وهذا 100. لكن الهياط الفاضي يا اخي. في اباء يكدون على بناتهم على عيالهم يعضون. يفكرون هذا صدق. والله لما يجي واحد يقول لك والله انا راس مالي 100 مليون. انا باقي علي شهرين واقفل المليار. انا والله عندي 500 مليون. والمشكله لو يجي احد من ربعه ولا من اللي حوله يبغون دعم ولا شيء قال ما عندي، ما يعطي يستعمل بعد. ترى انت تتكلم عن 100 مليون، تتكلم عن مليار. مليار هذا يسوي مشاريع